تسمحوا لي اقوم اقف للاسطوره ناصر منسي. بجد يا ابني انت تستحق ان احنا نقف لك كلنا ونسقف لك، لان انت بتعمل حلويات، انت جمايلك مغرقانه يا ابني. يا ابني انت النهارده عملت جون، ولا جبت جون قصدي، الجون الاولاني دوت بجد التحرك بتاعت الكوره قبل فتوح عملها لك ولا اجمل ولا احلى، وعملها لك وحطيتها بلفه جسمك في الزاويه البعيده. ما يعملهاش الا لاعب كبير عايش الماتش وشايف الجون واقف فين وحطها له في الزاويه البعيده. ولا الجون الثاني حكايه من حكايات ناصر منسي الاسطوره. ايه يا ابني الجمال ده؟ ده واحد عايش الماتش، ده واحد شايف الجون واقف فين ومحدد ورسم بتخيله الجون، عارف ازاي وهيحطها له ازاي، وعارف ان هو عمره ما هيعرف يجيبها. ده واحد عايش الماتش وشايف الماتش وبيقول النهارده لكابتن حسام حسن انا استحق وبحرجك اني اكون مهاجم منتخب مصر الاول. يا كابتن حسام انت بتخسره، اقسم بالله انت بتخسره زي ما خسرت مصطفى محمد. بجد لو مش هتلعبه معاك خليه في الزمالك، ما تاخدوش المنتخب، لان بجد ناصر منسي اسطوره. ناصر منسي يستحق يكون مهاجم منتخب مصر ويلعب مش يقعد دكه. بجد يا ناصر كمل يا ابني، لسه قدامنا المشوار طويل، الدوري كونفدراليه، يا رب ينصرك يا ابني ويكملها على خير. السلام عليكم.